الرغبة عند المرأة ليست مجرد استجابة فورية لجمال الرجل أو لشكله الخارجي، بل هي مزيج معقد بين الشعور النفسي والجاذبية العاطفية والإحساس بالأمان والطاقة الذكورية التي تصدر عنه. المرأة قد تعجب برجل كثيرين، لكنها لا تشتاق إلا لواحد فقط، وهذا الرجل لا يكون الأجمل ولا الأغنى بالضرورة، بل الأكثر تأثيرا فيها من الداخل. فالمرأة تنجذب لمن يجعلها تشعر، لا لمن يحاول أن يقنعها. تنشد الرجل الذي يملك حضورا وليس فقط كلمات، تبحث عن رجل يفهم صمتها قبل كلامها ويرى ما وراء تعبيراتها، ولا يخاف من الدخول إلى عالمها العاطفي بدل الاكتفاء بالمظاهر. الرجال غالبا يظنون أن جذب المرأة يعتمد على إبهارها، بينما الحقيقة أن رغبتها تزداد مع رجل يفعل أشياء بسيطة لكن بعمق: نظرة صادقة، موقف قوي، كلمة في الوقت المناسب، لمسأة تمنح أمانا لا رغبة عابرة. وما لا يعرفه كثيرون هو أن رغبة المرأة لا تستثار دائما بالجسد، بل بالذكاء العاطفي والاحترام والطاقة الذكورية الهادئة، وقدرة الرجل على جعلها تشعر بأنها امرأة في حضرته، not فقط أنثى عادية تعيش لحظة عابرة. في هذا الموضوع لن نتحدث عن كيف تجعلها تحبك فقط، بل كيف تجعل رغبتها العاطفية والجسدية تنجذب إليك تلقائيا، لأنك تفهمها وتشبع احتياجاتها النفسية قبل الجسدية، وتبني معها شعورا لا يقاوم. 1. الثقة دون تكبر. الثقة في النفس ليست أن ترفع رأسك أمام الجميع، بل أن تكون مرتاحا في جلدك. المرأة تلتقط طاقة الرجل الواثق بسهولة، تلاحظ كيف يتحدث، كيف يتحرك، كيف يقرر، لكنها في الوقت نفسه تبتعد عن الرجل الذي يحاول إثبات رجولته بالكلام أو بالتحدي. الثقة الحقيقية هدوء داخلي، لا ضجيج خارجي. عندما تشعر أن الرجل يعرف قيمته دون أن يحاول إثباتها، تتولد بداخلها رغبة غريبة نحوه، لأنها ترى فيه ثباتا تفتقده في الآخرين. 2. الاهتمام الذكي دون تملك. المرأة لا تريد أن تخنق بالاهتمام، بل أن تحتضن به. الرجل الذي يتابع تفاصيلها الصغيرة، كيف تغير صوتها اليوم، أو إنها متعبة دون أن تقول، يلامس مناطق في داخلها لا يستطيع أحد الوصول إليها. لكن عندما يتحول الاهتمام إلى مراقبة أو ضغط، يتراجع انجذابها فورا. الاهتمام الذكي يعني أن تمنحها حضورك الكامل، ثم تعود لتتركها تتنفس بحرية. هذا التوازن بين القرب والابتعاد يجعلها تشتاق إليك أكثر. 3. لغة الجسد التي تقول ما لا يقال. لغة الجسد أقوى من الكلمات. طريقة نظرتك، هدوء صوتك، وضعية جلوسك، مدى تركيزك عندما تتكلم معها، كلها ترسل رسائل لا واعية. المرأة تلاحظ نظرتك عندما تصغي، وابتسامتك الهادئة عندما تتكلم، وكيف تقترب منها بثقة لا بعجلة. حين تشعر أن جسدك يتحدث بثقة واحترام في نفس الوقت، يتولد بداخلها خليط من الأمان والانجذاب الجسدي يصعب مقاومته. 4. الحسم في المواقف. التردد يطفئ رغبة المرأة، لأنه يعني بالنسبة لها ضعفا في الطاقة الذكورية. هي تنجذب للرجل الذي يعرف ما يريد، حتى لو لم يكن مثاليا في قراراته. عندما تقول رأيك بثقة، تختار المكان الذي ستذهبان إليه، أو تتصرف في موقف صعب دون ارتباك. كل ذلك يمنحها شعورا بالقيادة، وهو ما يوقظ بداخلها الرغبة الأنثوية في الاستسلام لهذه الطاقة بثقة. 5. الشغف والهدف. المرأة تذوب في الرجل الذي يعيش بشغف. أن ترى فيك طاقة حقيقية تسعى نحو شيء، حلم، مشروع، هواية.
يجعلها تشعر أنك حي وأنك تملك اتجاها في الحياة. الرجل بلا هدف يفقد جاذبيته بسرعة لأن طاقته تصبح باهتة. أما الرجل الذي يسعى ويقاتل ويطور نفسه فهو مصدر طاقة تغذي المرأة وتثير إعجابها ورغبتها في أن تكون جزءا من عالمه. 6. المظهر والرائحة والاهتمام بالتفاصيل. المرأة حسية بطبعها، والمظهر عندها ليس ترفا بل رسالة. الرجل النظيف المرتب الذي تفوح منه رائحة طيبة يثير فيها رغبة فطرية حتى لو لم يكن وسيما. اهتمامك بمظهرك لا يعني أن تكون متصنعا، بل أن تحترم نفسك بما يكفي لتعتني بها. رائحة عطرك، نظافة يديك، طريقة حلاقة ذقنك، كلها إشارات تجعلها تشعر بأنك رجل يعرف قيمته ويعتز بنفسه. 7. التواصل العاطفي الحقيقي. المرأة لا تشتاق لمن يسمعها بل لمن يفهمها. أن تنصت بتركيز، أن تسألها عمن تشعر به لا ما قالته فقط، أن ترد عليها من قلبك لا من عقلك. هذا ما يفتح داخلها أبوابا من القرب لا تغلق. الذكاء العاطفي هو المفتاح الأعمق لرغبتها، لأنك حين تلمس عقلها ومشاعرها في آن واحد فهي لن تستطيع نسيانك مهما حاولت. 8. المزاح الذكي واللعب الخفيف. المرأة تحب الرجل الذي يجعلها تضحك، لكن ليس أي ضحك. هي لا تنجذب لمن يحاول إضحاكها بإفراط أو يسخر من نفسه فقط ليرضيها، بل تنجذب للرجل الذي يمزح بثقة، بخفة ظل، وبذكاء عاطفي يجعله يعرف متى وكيف يخلق اللحظة. المزاح عند المرأة ليس مجرد كلمات مرحة، بل لغة تواصل خفية. من خلالها تختبر طاقتك، ذكائك، وقدرتك على القيادة في التفاعل. الرجل الذي يعرف كيف يضحكها دون أن يفقد هيبته يوقظ بداخلها شعورا مزدوجا، الإعجاب والراحة، لأنها تشعر أنه قوي بما يكفي ليكون خفيفا. المزاح الذكي ليس تهريجا بل فن توازن. أن تلمح دون أن تبتذل، أن تثيرها دون أن تتجاوز، أن تضحكها وفي الوقت نفسه تبقي شيئا من الغموض بينكما. هذا النوع من التفاعل يسمى في علم النفس اللعب العاطفي الآمن، وهو أحد أقوى أشكال الجذب بين الرجل والمرأة. يجعلها تستمتع بوجودك، تنتظر رسائلك، وتفكر فيك حتى بعد انتهاء اللقاء، لأنها ببساطة استمتعت بطاقة وجودك. الرجل الذي يمزح بذكاء لا يخاف من الصمت بعد الضحك، ولا يحاول أن يملأ كل لحظة بكلمة. هو يعرف أن الصمت بعد نكتة خفيفة أحيانا أقوى من أي كلام، لأن العيون تتكلم في تلك اللحظة، وتتحول اللعبة البسيطة إلى اتصال عاطفي فيه دفء وجاذبية خفية. كمان المرأة تشعر بانجذاب خاص للرجل اللي عنده روح خفيفة، لأنه ببساطة يريحها نفسيا. أغلب النساء يعشن ضغطا نفسيا أو عاطفيا مستمرا، فوجود رجل قادر على تحويل التوتر إلى ابتسامة والموقف الصعب إلى ضحكة صغيرة بيخليها ترتبط به على مستوى أعمق مما تتخيل. هي تراه ليس فقط مضحكا بل ملاذا نفسيا، مصدر طاقة جميلة تخفف عنها ثقل اليوم. لكن انتبه، هناك خيط رفيع بين المزاح الذكي والمزاح الرخيص. المرأة تعرف الفرق فوراً. لو شعرت أنك تستخدم المزاح لمجرد إثارة جنسية مباشرة أو لتختبرها، تنغلق فوراً. أما لو كان مزاحك نابع من ثقة وراحة، فهي تشعر بالأمان والانجذاب في الوقت نفسه، وده مزيج نادر جدا في العلاقات. اللعب الخفيف أو الفليرتينج الناعم هو امتداد للمزاح الذكي، نظرة فيها لمعة خفيفة، تعليق بسيط على شيء لاحظته فيها، جملة فيها دعابة لطيفة بدون نية السيطرة أو الإحراج. كل ده يخلق نوعا من الكيمياء الهادئة بينك وبينها.
شعور خفيف لكنه متكرر يجعلها تنتظرك حتى دون وعي منها. في النهاية، المرأة لا تريد رجلا جادا طوال الوقت ولا رجلا ساخرا بلا حدود. هي تريد الرجل الذي يعرف كيف يبدل الأجواء، يخفف ثقل الموقف، يضحكها من قلبها ثم ينظر إليها نظرة فيها جدية خفيفة تشعل التوتر اللطيف بينكم. لأن المزاح الذكي في عمقه ليس تسلية، بل طريقة اتصال نفسي وجسدي تجعلها تشعر أنك تفهمها وتعرف كيف تلمس طاقتها دون أن تلمسها فعلياً. 9. الاحترام في كل الحالات. الاحترام هو القاعدة الذهبية لكل رغبة تستمر. المرأة قد تنجذب مؤقتا لمن يثيرها جسديا، لكنها لا تشتاق بعمق إلا لمن يحترمها حتى في خلافهما. عندما تحترمها أمام الناس، لا تقاطعها أثناء الكلام، لا تقلل منها حتى في المزاح، فأنت ترسل رسالة ضمنية بأنها مهمة، وهذا الإحساس يجعلها تراك بنظرة مختلفة تماما عن باقي الرجال. 10. الاحتواء دون ضعف. الاحتواء لا يعني أن تكون تابعا أو أن تتحمل كل شيء بصمت، بل أن تفهم ما وراء الموقف. المرأة لا تريد من يحتويها بالكلام، بل بالفعل، بنظرته، بهدوئه، بقدرته على امتصاص انفعالها دون أن يفقد اتزانه. الرجل الذي يستطيع أن يظل ثابتا عندما تنهار هي، يصبح في نظرها ملاذا آمنا، وهذا الأمان العميق هو أقوى ما يثير رغبتها، لأن الرغبة عند المرأة لا تنفصل عن الشعور بالأمان النفسي. وأخيرا في النهاية، المرأة لا تنجذب للرجل الذي يحاول أن يكون كاملا، بل لذلك الذي يكون صادقا في رجولته. الرغبة عندها لا تخلق بالمظاهر ولا بالكلمات الكبيرة، بل بالأفعال الصغيرة التي تشعرها أنك موجود حقا، أنك تفهمها دون أن تشرح كثيرا، وأنك تملك حضورا يجعلها تهدأ دون أن تطلب ذلك. كل ما يزيد رغبتها فيك ليس شيئا تفعله عمدا، بل نتيجة لطريقتك في أن تكون رجلا متوازنا، هادئا دون برود، قويا دون قسوة، حنونا دون ضعف. حين تكون هكذا، فهي لا تنجذب لك لأنها تحتاجك، بل لأنها تشعر أنك تضيف لحياتها معنى مختلفا. المرأة لا تبحث عن رجل كامل، بل عن رجل يحسها. تحب أن تشعر أنك تراها، تفهمها، وأنك تقرأ ما بين سطورها لا ما بين كلماتها فقط. هذا الإحساس بالاحتواء والفهم، حين يضاف إليه طاقتك الذكورية الواثقة، يصبح مزيجا لا يمكن مقاومته. هي لا تدرك دائما لماذا تنجذب إليك، لكنها تشعر بشيء فيك يشبه الأمان، وشيئا آخر يشبه التحدي. وهذا التناقض هو ما يصنع السحر الحقيقي في العلاقة. فالرغبة عند المرأة ليست مجرد استجابة جسدية، بل حالة شعورية متكاملة. حين تثق بك وتعجب بك وتشعر أنك تملك طاقة مختلفة عن الباقين، عندها فقط تفتح لك أبوابها العاطفية والجسدية دون أن تجبرها على ذلك. وهنا تصبح أنت في نظرها أكثر من رجل، تصبح التجسيد الهادئ لما تبحث عنه منذ زمن، رجل يحسها ويحتويها ويشعلها في نفس اللحظة. وفي النهاية، تذكر هذه القاعدة الذهبية: المرأة لا تقع في حب مظهرك، بل في الإحساس الذي تخلقه بوجودك. إن استطعت أن تكون الرجل الذي يمنحها الأمان دون أن يسلبها حريتها، والإثارة دون أن يضغطها، والاهتمام دون أن يقيدها، فأنت الرجل الذي لا تنسى حتى بعد غيابك.